قانون الجذب وطاقة الكون في رمضان. الجذب ليه عوامل كتيرة متعلقة بيه، يعني احنا مش هنتكلم عن تمارين الجذب لان طبعا في ناس كتيرة شاطرة جدا وقوية جدا في الجذب بتتكلم فيه، لكن احنا هنتكلم عن العوامل اللي بتأثر فيه. جزء منها عوامل طاقية ليها علاقة بطاقتي انا وطاقة الكون، جزء تاني ليه علاقة بأفكاري. الجزء اللي ليه علاقة بالطاقة وطاقة الكون، فاحنا بنتكلم ان رمضان هو الشهر الامثل والوقت الافضل ان احنا نعمل فيه تمارين الجذب وان احنا نلاقي فيه نتائج بسرعة. طب اعمل ايه؟ اولا انا طاقتي الشخصية بعليها، اكون لازم على نفس مستوى الحاجه اللي انا عايزه اجذبها، يعني اكون في طاقتي ايجابيه، طاقتي فيها تفاؤل، طاقتي فيها خير. فده بيحصل اوريدي في رمضان عن طريق الصلاه، عن طريق العباده. بضيف ليهم المديتيشن لو بعمل مديتيشن، سيلف هيلينج لو انا دارسه طاقه، بالاضافه للذكر، لان الذكر بينظف اي نيجاتيف انرجي بيني وبين اهدافي، اي نيجاتيف انرجي في حالتي في محيطي اللي انا ببعته حواليا، فبيخلي الدنيا بالنسبه لي ماشيه كويس. بلس ان طاقه الشهر نفسه عاليه جدا، فيها طاقه اجابه عاليه جدا، فيها ترددات عاليه، فلو انا عاليه وطاقه الشهر عاليه هتوصلني على طول للهدف بتاعي او اوصل للحاجه اللي انا بجذبها. حاجه تانية بقى الاهم في رايي، هي ليها علاقه بالافكار. افكاري ايه معتقداتي عن الحاجه اللي انا بجذبها؟ هل شايفه ان انا استحقها؟ هل عندي ايمان تام ان انا هوصل لها؟ هل انا شايفه مثلا عندي معتقدات سلبيه خاصه بالحاجه دي؟ يعني انا لو انا مثلا بجذب نجاح، فانا شايفه ان ما بينجحش غير مثلا غير شرفاء، فانا شايفه نفسي عمري ما هنجح. لو انا شايفه نفسي عمري ما هنجح، او انا عندي معتقد سلبي خاص باللي انا بجذبه عمري ما هوصل له. فانا بجذب اراجع اولا افكاري ومعتقداتي عن نفسي، عن استحقاقي للحاجه اللي انا بجذبها، وعن الكون كله، عن الدنيا، عن الناس. هل عندي افكار سلبيه عن الناس؟ عندي افكار سلبيه عن الحاجه اللي انا بجذبها فانا متعارضه مثلا مع قيمي مش هقدر اوصل لها؟ اظبط افكاري، اظبط طاقتي مع طاقه الكون اللي هي عاليه اوريدي، هوصل بسرعه باذن الله. بلس في حاجه اسمها قانون المعتقدات، اعتقد معظمنا سمع عنه، ان لازم يكون عندي اعتقاد ايجابي، يعني عندي امل في ربنا كبير ان انا ان شاء الله يا رب تديني كل اللي انا بتمناه، وباذن الله هقدر اوصل للي انا بتمناه. يبقى اشتغلوا على طاقتكم الشخصيه عن طريق الصلاه، عن طريق العباده، عن طريق التامل والسيلف هيلينج. طاقه الكون اوريدي هي عاليه الحمد لله بفضل ربنا انه مدينا شهر زي رمضان. بلس افكارنا، لازم نراجع افكارنا ونتاكد ان افكارنا متسقه مع الهدف اللي انا عايزه اجذبه. جربوا وان شاء الله يكون خير، وكل سنه وانتم طيبين.